بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الصدام والمواجهة المباشرة مع الزوج النرجسي غالبا بيبقى سيء جدا، وغالبا ما بيجيبش أي نتيجة إيجابية، وكل النتائج بتكون سلبية، لأنه في معظم الحالات الشخص النرجسي ما بيتحملش النقد أو اللوم أبدا، وعنده القدرة الكبيرة جدا إنه يقلب الطاولة، يقلب الترابيزة كما يقال، على الشخص اللي قدامه، ويحسسه ان هو غلط في كل شيء وان هو الصح في كل شيء. ممكن يزيد عنده العناد، التحكم، حتى السلوك المؤذي ممكن يكون في وقت المواجهة والنقاش والصدام معاه يزيد جدا جدا. طيب، هل ده معناه السكوت والاستسلام؟ لا، مش معناه كده، ولكن بيعني استخدام بعض الأساليب اللي هي المفروض تكون الأكثر ذكاء والأكثر توازنا في التعامل مع الزوج النرجسي. النهاردة حلقتنا استكمالا للحلقة السابقة اللي اتكلمنا فيها عن الشخصية النرجسية وعن أبرز صفات الزوج النرجسي. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أبرز الأسباب، وإزاي الزوجة تتعامل بذكاء وحكمة مع زوجها النرجسي، وإمتى نقول لها لا قدر الله تنفصلي، لأن انت كده أصبح في إيذاء شديد عليكي جدا جدا. كل التفاصيل دي إن شاء الله هترد عليها ضيفتنا الفاضلة الأستاذة أمونة أبو بكر، المتخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية. سلام عليكم وأهلا مرحبا يا أستاذة أمونة. مرحب بك ندى، مرحب، أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا وسهلا، زي ما بحضرتك. قلت موضوع شيق جدا جدا. مم. طيب، الموضوع خلينا الحديث عن الشخص. نستكمل مما وقفنا عليه الحلقة السابقة يا أستاذة أمونة. في نعم. عجالة نعرف أبرز وأهم الأسباب اللي بتجعل الشخص نرجسي بهذه الصفات اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقة السابقة. نعم. آه، كل الصفات أن إحنا زي ما بيقولوا we are the making of our environment. أن إحنا ناس بنصنع في مصانع بتاعت الأسرة من أب مم. وأم. فبالتالي طريقة الصناعة والإخراج، عرفتي كيف؟ مم. ده هو المكان اللي جينا منه. فإذا أنت عندك أب سوي وأم سوية، عرفتي كيف؟ البيئة اللي تربيتي فيها، سواء إذا ما عندك أم وأبو، إذا تربيتي في مكان مثلا يعني ما كان فيه رحمة، ما كان فيه ود، عرفتي كيف؟ مم. فدي كلها يعني بتخلق من الإنسان أيا كان، سواء كان نرجسي، سواء كان يعني أي طريقة إحنا بنطلع بها من أسرنا. مم. بالإضافة لكده كمان يا ندى، الوراثة. في مم. بعض الناس عندهم سمات وراثية، في سمات وراثية فبتظهر. وطبعا الوراثة يا نادية يا ندى، مم. إلا تلقى البيئة اللي مم. بتساعدها عشان تكون. فبالتالي يعني الأسر، فمثلا إحنا في علاجنا للشخصيات الزي دي لما تجينا علاجنا لهم بنرجع لأسرهم. مم. أنت جيت من وين؟ أمك كان بتعاملك كيف؟ أبوك كان كيف؟ مم. هل اتربيت في بيتك؟ هل انت اتربيت وين؟ ففي تفاصيل كثيرة. والمصنع اللي اجينا منه اللي هي الأسرة هي اللي مم. بتعملنا هو ار في المستقبل. تمام. فيتخيل لي في ما في تفاصيل كثيرة عنها. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، التشخيص مرة صعب، مم. تشخيص الشخصية النرجسية، لكن البيئة والتربية وشكل علاقة الطفل بأمه وأبوه لما كان صغير، مم. ووجوده في الأسرة وتوقعات الأسرة منه الاكسبكتيشنز. مم. بعدين كمان هسي الناس بتتحدث، معظم الناس بيتحدثوا عن أنه الرجال هم النرجسيين. الأكثر اللي هو ده كمان الأكثر. فده كمان يا ندى، اللي هو الجندر رول، اللي هو دورك أنت كرجل أو كامرأة مم. في المجتمعات. فبالتالي في يعني على حسب يعني في تفاصيل، وكله بيرجع للأسرة والوراثة. تمام جدا. طيب، دلوقتي في زوجة بزوجها النرجسي، وبعد التشخيص وبعد اللجوء لحد متخصص عرفت ان هو زوج نرجسي. تتعامل معاه ازاي؟ لان الحقيقة العيشة مع شخص نرجسي فيها صعوبة شديدة جدا جدا، والزوجة ممكن تتعرض لضغط نفسي شديد جدا. فقولي لها
تتعامل إزاي في حال كان زوجها نرجسي؟ والله يا ندى، التعامل أو النصح ذاته، إحنا لو عرفنا شكل العلاقة كيف، يعني مثلا أنت تقدري تستحملي شنو، ما تقدري، ودي ما دعوة عشان أنت تستحملي، لأنه أنا ما مكاني عشان أنصح أي زول عشان يقعد أو ما يقعد. لكن يا ندى تخيلي الشخص النرجسي، الأساليب اللي بيستخدمها، مثلا واحد من الأساليب المستخدمة اللي هي الصمت. يا نادي الصمت يا ندى، العقابي، وده يعني يعني الصمت مدمر العقابي للنفسية. للنفسية يعني. وبعدين هو بيجي في الوقت اللي هو دايره، في الوقت اللي هو عايزه، ده الصمت مم. العقابي. مم. بعدين كمان الهجران في الفراش. مم. عرفتي كيف؟ ده كمان بالظبط. سلاح من الأسلحة مم. بيستعمل. وبعدين الفاينانشال كمان، إنه ممكن التعذيب يكون بما إنه هو، إذا هو بقى البروفايدر، المين الإنسان المسؤول من الأسرة. ان احنا عايشين في عالم ممكن او في عالمنا العربي او في عالمنا الاسلامي ما كل النساء شغالات، مم. فبالتالي بيعتمدن عليه للمعيشه، فبالتالي ينقص منهم. فبقى السؤال يبقى شنو يا ندى؟ السؤال يبقى انت بتقدري تستحملي شنو؟ مم. هل انت عندك امل؟ ما ده هو السؤال، هل انت عندك امل؟ هل انت عارفه انه الانسان ده نرجسي؟ مم. وده انت كده لو عرفتي الانسان ده عنده حاله مرضيه ولازم بيحتاج للعلاج، مم. شفتي تمشي تاخديه في الليلة. نحن في زمن فيه العلاج يعني مم. المستشارين الأسريين، سواء مم. أونلاين سواء فيس تو فيس، مم. موجودين. لكن بقى السؤال المحك هو، انت ما عارفة وانت مفتكرة انه هو مم. ده سلوكه، وهو زوجي صعب، لا 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 لا، زوجي انا ما بيخليني، زوجي مم. انا صعب. مم. يخليها تخلي شغلها، لانه بالراحة هو ما بيقول لها انت خلي شغلك، يقول لها انا حوفر لك وانا حاعمل لك. مسكينه هي اشي جوز، زي ما انت قلتي في زمن الخطوبه مثلا، في اه. اول الزواج تقوم تخلي شغلها، يبقى هي فقدت كيانها وكينونتها. انا هسه ما بتكلم عن المكان، يعني عن الدين، في انه عن عمل المراه ولا لا يا نادي، انا مم. بتكلم عن وجودي انا في شكل من اشكال العلاقات، بالظبط، هو بيعوز وانا هو فيها بيبقى عايز يا ضعيفه. استاذه امونه يجردها من كل شيء هي ممكن يزيد منها، اكزاكتلي. او يخليها تعتمد ايوه. عليه ماديا، ويخليها دايما هي ماديا محتاجه له هو فقط. له اكزاكتلي. وحاجة تانية ومهمة جدا جدا دي، يعني بيعزلها من الناس، بالظبط. الناس بالناس والكل برب العالمين، حتى الجنة في سرر متقابلين. مم. لكن هو بيعمل ايه؟ بيعمل يقطع من الناس كلهم. يبقى يا ندى انت دي ان دي اوت، انت بتكوني لوحدك، والوحدة قاتلة. عشان كده في نساء يعني عندهم أمراض نفسية كثيرة جدا جدا، والسبب الحاجات دي. مم. بعد ذاك بقى بيلعب هو، هي مجنونة، مم. هي ما عندها قدرة، ايوه. وأنا I'm too good for her، أنا مم. كويس ليها. عرفت كيف؟ أنا بالظبط. مستحملة. بالظبط. وما في إنسان بيكون عارف. فبالتالي معرفة إنك أنت حتى الإنسان ده هو نرجسي، ده ذاته في حد ذاته يعني إنجاز. مم. يعني في نساء كثيرات مساكين ما بيعرفوا. مم. بعدين في حاجة تانية كمان يا ندى، في واحدين منهم يعني بيستعملوا الضرب فعلا غير بيستعملوا ضرب الفاينانشال زي ما مؤذي قلت لك. جدا جدا لدرجه ان هي ممكن ايوه. يعني تموت في ايده زي ما بنقول. يس، في هسه هنا نحن في بلادنا دي بين كل 5 يعني حالات بتاعت زوج العناية نرجسي. المنزلي، نسميه زوج نرجسي، أو كمان العنف المنزلي. في مم. مرة بتموت، في واحدة بتقتل مم. في يد زوجها. مم. طيب استاذه امونه، وكلهم ايه رايك ايه رايك في يعني موضوع الصدام والمواجهه معاه؟ بعض الزوجات بتقول انا عارفه انه نرجسي، وعارفه انه هو شايف ان مفيش حد زيه ابدا، ولكن انا بقى هكسره زي ما هو بيتعامل معايا هتعامل معاه. انا هواجهه وهقول له انت لا، مش زي ما انت شايف نفسك ولا حاجه، انا الحمد لله عارفه نفسي انا وانا، وهكسره وهلومه وهنقده. ايه رايك في الطريقه دي؟
والله ده خيار طبعا الواحدة بتستعمله بكامل قوتها العقلية، بس أنا سؤالي هنا ده بيبقى، هل دي هي الحياة؟ يعني أنت مثلا الليلة عندك أطفال، عندك أسرة، مم. يعني أنت متخيلة حيبقى ميدان حرب البيت، يعني ودي حضرتك ما دعوة لي تقصدي إنها ان هي هو تبقى ان خنوعة. الصدام مش هيجيب معاه نتيجة، بالعكس هيكون سلبي اكتر فهيأذيها بالعكس، اكتر. لا لا لا، أنا ما قاعدة أقول كده، ما ده هو حيحصل، ممكن يحصل أو ممكن ما يحصل. مم. أنا تعليقي على على الموضوع، أنا ما عايزة أقول هو صح وهو لا، لأنه نحن دي دعوتنا لكل، يعني كل أسرة وكل زوجين مختلفين عن التانيين. فلما نحن نعمل دعوة زي دي للناس، نحن بنخاف إنه المرأة دي تحط نفسها في موقف بتاع إنه هي إذا صادمته ممكن تقتل، ممكن يعمل فيها حاجة. فنحن دي دعوة لينا، نحن من هنا بنقول أنت مدام عرفتي إنه هو نرجسي، خلاص في طرق وأساليب ممكن للعلاج إذا أنت قررت تقعدي معه. لكن أنت قدر شنو حتستحملي عشان مم. هو لما يعمل فيك السبعة وذمتها وأنت قاعدة؟ مم. مثلا إذا خليت الشغل، أرجع شغلك مثلا، بس مم. كيف حتتعامل في كده؟ في أزواج ما عدوانيين، هم عدوانيين طبعا، لكن بقصد الفيزيكال. مم. الفيزيكال يعني ممكن ما يضربك، مم. لكن هو ممكن ينفصل هو عنك، هيعنفك نفسيا. هيعنفك نفسيا لما من عينك تطلع. انت قدر شنو حتسوي؟ ده قرار مم. انك انت تسيبي، قرار انك انت تواجهي، مم. متعب. حتى وانت عارفة، نحن يعني تعرفي يا ندى، عشان الوحدة تخلي راجلها وتمشي المعنف دي لدرجة إنه يعني لما عايزة تخليه ممكن يرجع ويركع لها مم. ويقول لها أنا حابقى كويس، مم. أنا بحبك، أنا ما اه. بقدر أعيش من غيرك. مم. وبيقدر ويشتغل في المسألة دي لحد ما هي ترجع. بيقول اه. لك كم 80 كم 90% من النساء بعد يطلعوا بيرجعوا مم. تاني، والله. وبيبقى أسوأ. بعد مم. ذاك بقى هو يتفنن، بعد ذاك بقى يتفنن لأنه عرف. يعني هي لما فبالتالي لو الزوجة أخذت قرار الانفصال يا أستاذة أمونة من الزوج النرجسي وبعدت عنه، هو ما بيتحملش إن هي تنفصل عنه، بيفضل يتحايل عليها، وزي ما حضرتك وصفتي وصفك إن هو يركع عليها وما تسيبنيش وأنا يعني هتغير وأنا وبعد ما ترجع بيزيد عليها من النرجسية. من النرجسية بزيد عليها، يبقى نحن شنو؟ مم. يعني مسؤولية نفسك انت مسؤولة من نفسك، ما بتقدر تغيري اي انسان ما لم تغيري نفسك. مم. اللي هو شنو؟ يعني كيف انا قوية؟ انا ناقصني شنو؟ ناقصني ايه عشان اقوم اساعد نفسياتي، عشان اتقوى بعد ما هو حطمني؟ مثلا مم. تمشي ثيرابي، تمشي العلاج النفسي، اه. يعني تطلعي من الجو، المكان، المساحات اللي هو خطاكي فيها، تمشي بالظبط. مكان تقيم فيه، تذوقي من أول وجديد إنك أنت إنسانة كاملة، ربنا خلقك كاملة، مم. وربنا أداك كل الحقوق الممكن تعطى لإنسان، كزوجة، كمرأة، مم. كامرأة. مم. طيب، فدي مسؤوليتك انت، ما مسؤوليته هو. اذا اخترتي ترجعي وتقعدي معاه مم. وتستحملي، مم. يعني احنا ما عايزين نقول تبقي عارفة القانون لا كويس انت يحمي راجعة على المغفلين. ايه، ومعاكي خطوات ايوه، عملية تقدري تتعاملي بيها معاه علشان تحمي نفسك نفسيا وجسديا. طيب، احد نفسيا النساء اللي وجسديا. كانوا بيراسلوني في موضوع الزوج النرجسي بتقول انها بدأت تتعامل معاه بطريقة التجاهل. يعني يس. هو كل حاجة بيعملها بتأذيها، بتقولي بعمل نفسي مش شايفة او مش سامعة او ما بعلقش على اي حاجة. الاول كان على اعصابي، بعد كده بقيت فعلا فعلا زي ما بنقول احنا عندنا في مصر كده مثال بيقول لك ايه، حط على قلبك مراوح، حط على قلبك لوح تلج. فهي بدأت تعمل اوكي. كده، تحط على قلبها مراوح وتسيبه، انت الباشا، انت اللي بتفهم، احنا ما بنفهمش كده، تمام، انت كده مرتاح. وقالت يس. انا بدأت اعيش مرتاحة في حالة من التجاهل، ولكن هو مش مرتاح، هو عايز دايما دايما يسمع مني الإطراء والإعجاب والكلام ده كله.
رأي حضرتك ايه في وكمان عايز التجاهل للزوج الشفرة. النرجسي؟ مم. اتفضل. وكمان يعني عايز يكون رد الفعل، بيحتاج ردة الفعل منها لما هو يعمل حاجة ردة فعلها النيجاتيف، أو كمان شفتي لما تبكي، أو مم. كمان يعني تحزن، ده هو اللي حتسوي. مم. التجاهل ده ما سلاحه هو يا ندى. سلاحه هو هو. أنت هسه قاعد سلاحه هو. هو ايوه. بيعرف ايوه. وضع هنا، وضع ويعني مم. كيفية التجاهل ووجعه. مم. ما مؤلم هو كونك انت تكون عايش مع زوجة، وبعد ذاك انت كنت بتتجاهلها وخطيتها في منطقة and مم. you pushed her في الكورنر ده، لدرجة انه هي ايوه. الديفنس ميكانيزم بتاعها ان انا هستعمل نفس ايوه، اساليبك. اساليبك الدفاعيه انا بدات استخدمها. اساليب انا بدأت استخدمها. وده بالظبط. الخطر. هو it is okay انت if that is ده اذا شغال لك انت ليه لا، لكن الخطر يعني انت اذا بقيتي كده، ما هو الانسان يعني نحن يعني العادات والتقاليد ما بنكتسبها بالتكرار يا ندى. هل مم. انت هتعملي كده مع الناس الاخرين؟ هل مم. انت قاعد تعلمي اولادك شنو؟ مم. انت اولادك ديل ما قاعدين يتفرجوا عليكي. ايوه. طيب انت كيف اعملي اي حاجه ما دام انت عايزه تعيشي معاه، اعملي اي حاجه يعني حتحفظ لك كرامتك، حتحفظ لك زي ما انت قلتي المراوح على قلبك. لكن مم. انت لازم تعملي البالانس بتاع انك انت زوجة توازن. الراجل مم. النرجسي ده، مم. حتتعاملي معاه. وكمان التوازن بين انك انت لولدين وثلاثه بنات او لبنت وولد. مم. طيب مم. مم. كيف حيحصل الكلام ده؟ ما عندنا إجابة يا ندى، بقدر ما هي المعرفة. مع المعرفة هي مفتاح كل شيء. مم. تمام. طيب. احنا. والحديث، أيوة، والحديث عنها، أيوة. طيب، احنا يعني قربنا على انتهاء الحلقة، ولكن قبل الختام عايزة اعرف من حضرتك، ادينا يعني جرعة امل كده. هل في امل ان الشخصية النرجسية بشكل عام، الزوج النرجسي بشكل خاص، ممكن يتعدل سلوكه، ممكن يشفى؟ هل لازم يا- يكون في تعديل سلوك فقط، ولا ممكن يتعرض ان هو ياخد مثلا لأدوية نفسية لفترة ما؟ فكلمينا عن العلاج، سواء كان سلوكي معرفي او سواء علاج. علاج دوائي. طبعا زي ما قلت أنا في الحلقة الأولى، إنه نحن يعني الإنسان ده بيعاني معاناة مرة من الاكتئاب والقلق. إنسان قلق بطبعه، سواء مم. ظاهر أو ما ظاهر. ولو جيتيه من قريب يعني فيه كمية من الكآبة ما طبيعية، فيه كمية من عدم الانسكيورتي. إنسان ما عدم آمن الأمان. في مم. دواخله، مم. يفتقد للطمأنينة. أيوة. فبالتالي إنسان زي ده هش هو أصلا. ناو زي ما قالت السائلة سألتك، أنا بقيت أستخدم ده، فبالتالي هي عرفته. طيب يعني العلاج السلوكي موجود زي ما قلنا. العلاج بتاع الاكتئاب والقلق عشان يخفف من كمية رغبته القوية في إنه هو يشوف نفسه عظيم. عرفتي كيف؟ مم. ما في مم. أدوية بتهدي الرغبات دي. مم. لكن انت عشان تقنعيه يمشي معاكي، سواء كان للعلاج النفسي او كمان العلاج السلوكي، او كمان عارفة احيانا هو لو يمشي يتكلم هو وزوجته مع مم. كونسلر ثيرابيست، مثلا المعالجين النفسيين، مم. عرفتي سايكولوجيست، برضو بديهم بريك، لكن بياخد وقت طويل. عشان كده هسه نحن في بلادنا دي زي ما قلت لك هم قاعد يبدوا يعني يشتغلوا في الأطفال اللي هم قاعد مم. يكون عندهم سمات، اللي هم مثلا يضربوا اخوانهم، يضربوا امهم مم. وابوهم، او يكونوا مم. عدوانيين، يخلوا يضربوا في المدرسه، ما يقدروا يكونوا علاقات في المدرسه. الاطفال في الابتدائي، شوفي، دي الاطفال في الابتدائي من عمر 11 سنه في سنه بالظبط. سادسه او بالظبط. خامسه. مم. بالظبط. فبالتالي الايرلي انترفنشن اللي هو الانسان يدخل يعني يبدا العلاج من بدري. برضو مم. الانسان ما يفقد الامل. الانسان مم. ما يفقد الامل في انه هو دائما بالحب يعني والطمانينه، لان احنا كمسلمين كمان الدعوه احتواء اللي لانك حواليه انت له كمان. القران، مم. احتواء الحوالين له. وكمان لازم النساء، نحن كنساء يعني ما بالضرورة نستحمل أكثر من طاقتنا.
مم. لكن لازم نحن نتكلم في إنه نقول enough is enough، كفاية. كفاية. مم. أنا كفاني مم. وأنا عايزة كده، أنا عايزة كده. والأطفال يعني مم. نحن عندنا أمانة في أعناقنا، بالظبط. أطفالنا مم. كأمهات وكآباء، لازم نفكر في مستقبلهم. فبالتالي الإجابة هل أنا أغادر أو ما أغادر، الإجابة على السؤال ده صعب جدا جدا، بيعتمد عليك أنت كأم، بالظبط. انت بيعتمد انت على اللي قدرتك تقدري في مدى إنك أنت تقيمي قدرة نفسك. احتمالك، على الوضع الحالي، مدى الأثر والضرر الواقع عليكي وعلى أبنائك. ومن ساعتها انت بتستشيري، بتشوفي الاستمرار مع هذه الشخصية هيكون فعلا في ضرر عليكي كبير ولا لأ، أو ممكن ان انت تقدري تحتوي وتتعلمي ازاي تتعاملي معاه وتقدري تكملي معاه ولا لأ. وزي ما حضرتك قلتي ان ده بيرجع للزوجة وللأم، هي أكيد أكتر حد هتقدر تاخد القرار ده. بشكرك في النهاية الأستاذة أمونة أبو بكر، المتخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية، على وجودك معانا وعلى هذا الطرح المميز. ودعوة لكل الرجال وأي حد بيشوفنا من خلال شاشة سلام، وإحنا برنامجنا اسمه قوارير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير، وافعل يا ابن آدم كما شئت فكما تدين تدان. اللي بتعمله النهاردة في زوجتك أو بتعمله في أي حد بتأذيه هيعود ليك مرة أخرى. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.